نفسي راح. آخ يابا قلبي، آخ يابا قلبي، الله يساعدك معلمي. وأني شبيدي أستاذ؟ هو اللي قلت لي عليه سويته بالحرف، وماكو أي قصور مني، والخطأ كله من أخوك. حتى لو بس هذا الشيء ما يبرر أخطائك، أنت على خطأ. وهسه شنو اللي مطلوب مني؟ كل شيء ما مطلوب منك، بس راح أسوي لك عقوبة وأقطع 3 أيام من راتبك. بس هذا الشيء غلط، وأني ما مقصرة بشي، والغلط صار منكم. أشو صايرة تجادلين وما يعجبك شيء؟ بعد لا تجيني هنا، أنت مطرودة من العمل وبعد ما نيدك هنا. لك شنو من حظ؟ كل ما أشتغل شغلة ورا فترة تصير مشاكل وأترك العمل. قالوا لي السوشيال ميديا بيه فلوس، ودخلت بيه عبالي أشهر وأني أرفع وماكو مشاهدات. هسه شنو تاليها؟ رقم غريب. يلا خلينا نجاوب بلكة اتصال بيها، لأن الفلوس فعلا وجع راس. مرحبا، وياي ليلى؟ اي نعم، تفضل. منو انت؟ ايش رايد حضرتك؟ انت تم اختيارك للعمل في منظمة سرية. شنو نوع العمل؟ وين وش قد الراتب وتفاصيل الباقية؟ انت باكر راح نلتقي بيك وراح نسولف إلك كل التفاصيل. زين، وين مقر الشركة حتى أجيكم؟ باكر راح تجي سيارة تاخذك المقر المنظمة. انتي ست ليلى؟ اي نعم، منو انت؟ أنا سايق خاص، أرسلتني المنظمة لكي يوصلك إلى مقر المنظمة. طبعا أنا متعجبة من هذا المكان. ظلت السيارة ساعة تمشي جو القاع. معقولة أكو هذا الشي بالعراق؟ أني وين؟ مرحبا ليلى، عوفك من المكان. لقد وقع الاختيار عليك من بين الملايين لكي تخدمي منظمتنا. انت ايش قاعد تسولف؟ كل شي ما قاعد أفتهم عليك. احنا نعرف كل شي عنك، وتم اختيارك للعمل كعرافة أو منجمة بمسمى آخر مثل ما أنتوا تقولون. أنت مو كان طموحك الشهرة على السوشيال ميديا؟ إحنا راح نشارك بالعالم أجمع. ومو بس هاي، راح أيضا تتقاضي الراتب وقدر 50,000 دولار شهريا. وشنو؟ يعني راح تشهروني؟ ليش انتو ايش تشتغلون بمجال السوشيال ميديا؟ جميع البشر دمى بالنسبة إلينا، نحركها كيفما نشاء. نحن نتحكم في جميع العالم وجميع كبار الشخصيات في هذا العالم، ونحن أيضا المتحكمون الحقيقيون في كل هذه الحكومات وأعلامها. حتى لو تحكمون بأقدار العالم، أني ما أعرف كل شي بالتوقعات وهاي الأمور. انت إلك الصافي، احنا ننطيك التنبهات أو التكيينات مثل ما انتوا تقولون. انت عليك بس الثرثرين والصفطين حكي، يعني السيناريو جاهز يجي على كل حلقة، اللي عليك تقريه فقط. أها، فهمت. يعني قصدك مثل أبو علي الشيباني؟ نفس الفكرة، بس هذا هو معلمه ابن عالب والأصبع قديم من اشتريهم. أما أنت توكيداتك وتوقعاتك
هي اللي راح تسولفيها واحنا علينا نحققها. مساء الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ الأخبار اليوم أبد مو زينة عن العراق وعن العالم. اليوم حلقة نارية بتوقعات نارية عبر قناة دير بالك الفضائية. قبل ما راح أبلش بالتوقعات أحذر العراقيين أجمع والعالم أيضا، أرى موجة شديدة على بلد العراق في هذا العام، حيث سوف تجتاح العراق وسوف يحدث غرق لأغلب مناطق العراق، أشد من الذي حدث سنة 1968. وأيضا في نهاية هذا العام يأتي شيء مخيف على العراق، حيث أنه سوف يحدث زلزالا في العراق يدمر المحافظات والدول المجاورة. وأيضا غدا سوف يموت ممثل عالمي مشهور في حادث سير. ست ليلى، اليوم بعد الحلقة عندنا مقابلة مع رئيس الوزراء، وأيضا وبعد مقابلة رئيس الوزراء لازم نتوجه للندن. لا ما أقدر أقابل رئيس الوزراء، أجلها بعد أسبوع. بعد الحلقة عندي مقابلة مهمة. لك البارحة 3 مرات اتصلت بيك وانت ماكو. مو كنت ملتهي. وبشنو مفتي بالله؟ ظليت اتصل برقم ليلى ام التنبؤات وما قدرت احصلها، اتصل على كل الارقام وتطلع مشغولة. الو، ومنو هاي ليلة تنبؤات النوب علينا؟ شوف هذه لك، انت وين عايش؟ اكو واحد ما يعرف ليلى ام التنبؤات؟ ومنو هاي؟ مسلام اخترع البريج. لك هاي تتوقع بالشي قبل ما يصير. لا، ها هي نخلص من نبع علي الشيباني وابو ثقب. النوب يطلع لنا ليلى، النوب يطلع لنا ليلة تنبؤات. بابا هاي تلقيها مشعوذة، سوالفها كلها كذب في كذب. بالله انت ما تطير، ولك هو بقى شي توقعته يصير وما صار. قالت جويسم راح يندعم واندعم، قالت راح يموت حجي سعدون ابو الحلويات ومات. اتصلت بيها امي قالت لها اسمك راح يطلع اول اسم بالسلفة، وطلع فعلا. ايش دا تسولف انت؟ لك لعد اني شكو اريد اتصل بيها، اريد اسألها جدي وين ضم الكنز. لك كان هم راح اتصل بيها تقول اني وهاي مشعوذة وما ادري ايش تحكي وما ادري ايش تلوص، وصار لك ساعة تتفلسف علينا، وهسه شو تسوي بيها؟ اريد اسألها ايش وقت اخلص منكم ومن زباكم؟ عافية شعب، يمتى تمل من هالخزعبلات؟ نفسي راح. آخ يابا قلبي، آخ يابا قلبي. الله يساعدك معلمي هاي الجديدة بلية وطاحت علينا معلمي. طيحت حفنة، دمرتها للشغلة دمار. صارت هي الكل بكل بيوم وليلة، ما أدري من جتنا معلمي. الشغلة انداست معلمي،